السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنقدم لكم بطبوط او شيار كيجي رائع ومبسط، ان شاء الله يعجبكم. ودابا غنبداو بالمقادير ان شاء الله، وانتم معنا كيفاش كيجي رائع منفوخ. ودابا عندنا جوج زريف ديال الفورص، دقيق الفورص، وعندنا زلافه ديال الفينو، دقيق الفينو، وعندنا معلقه ديال السكر سنيده، اللي بغا يديروا مبغاش يديروا ما يديروش. عندنا معلقه ولا جوج معالق ديال زيت الزيتون، وعندنا خماره 10 غرام، معلقه كبيره حبيبات، واللي عنده المعجنه ديال 10 غرام. الملحه القياس ديال الملحه شي معلقه صغيره. والماء دافي، يكون غير ما يكونش سخون بزاف، يكون غير دافي. ودابا غنديروا الخميره الوسط ونخلطوا بعدا بهذا الشيء. كنديروا الخميره، نديروا معها السنيده، السكر سنيده، نخويو لهم واحد شويه ديال الماء باش تفاعل لينا الخميره، ونخليوها تتفاعل شويه، واحد شويه، وغادي نعجنوها ان شاء الله. ودابا غنديروا الملحه، ونديروا الزيت، وغادي نعجنوا هاد العجينه. دابا نجمعوها، الماء ما يكونش سخون بزاف، غير دافي. العجينه تكون مرخوفه، ما تكونش قاصحه. دابا ملي جمعناها ضروري ما يدلك واحد شويه، تكون العجينه ديالها هكا رطبه بزاف، ما تكونش قاصحه. العجينه تكون رخوه، ضروري ما تدلكيها واحد شويه. ودابا ملي دلكناها غادي نجيبو واحد المول، ندهنوه بشويه الزيت، ونحطوها فيه تخمر واحد نص ساعه، نغطيو عليه حتى يخمر 5 ساعات، ونرجعو نكملوها ان شاء الله. ودابا ملي خمرت لينا العجينه كنعريو عليها، كنحيدوها من هذا المول، نحيدو من هذاك هو ديال الخميره، وكنقطعوها، ديرهم كبار ولا ديرهم صغار ولا اللي بغيتي. دابا انا كندير السميده باش كنقرص، ما تكثريش بزاف، باش تقرصيها ما ديريش بزاف السميده. كندير مكورات وكنخليهم حتى يرتاحوا. كنديرهم بحال هكايا، كنغطيو عليهم حتى يرتاحوا، وعاد باش نقرصوهم ان شاء الله. ودابا غنغطيو عليهم واحد 5 دقائق، ونرجعو نقرصوهم ان شاء الله. ودابا غنقرصوهم ملي خليناهم 5 دقائق.
كديروا على شويه ديال السميده باش ما حيت ما كتخليش يطيب لك، كتحرق لك هذيك السميده في المقله وما كتخليش يطيب، كيتعطل لك في الطياب. المهم كتبقاي بشويه بشويه تتقرصي، لان هو فيه الفورص، حيت الفورص كيكون اكثر من ديك الفينو، شويه كيجيك صعيب في التقراص. ما ترقيش بزاف وما تغلضيش بزاف، لحقاش هو الفورص راه فيه، خليه شويه غليظ شويه، ما ترقيش بزاف. كنحطوه في واحد الطاوه ونغطيو، وغادي نكملو ان شاء الله وانتم معانا. دابا ملي قرصناه غنغطيو عليه واحد 10 دقائق بما طلع لينا يخمر، وغادي نطيبوه ان شاء الله. ودابا غادي نبداو نطيبو فيهم بالعافيه. المقله كتكون سخونه، كنخليوها طيب. غير تحسي بها بدات تطلع هاد الفقاعات ونقلبوها، ما تخليهاش حتى تطيب من التحت بزاف. ودابا ملي قلبناها توركي عليها الجنيبات بحال هكايا باش تنفخ ليك. الا بغيتي الخبز يتنفخ لك توركي على الجنيبات غير شويه، ماشي بزاف، توركيش بزاف، غير شويه. دابا حيت وركنا على الجناب ديالها كتنفخ. دابا غنقلبوها، كتوركي ثاني على الجناب باش يطيبوا لك، ما تجيش طايبه غير من الوسط ومن الجناب بقاو بيضين. ودابا طابت لينا من هنا وطابت لينا من هنا، وجات مفتوحه من الوسط. وهذا هو البطبوط تاع اليوم اللي طيبنا او بوشيار، كيجي بهذه الطريقه رائع. نتمنى يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.